31 اشتراك، 20,031 اشتراك. هذا اللي يخلي ممكن الترجي الرياضي التونسي من اكثر الفرق استقرارا اليوم في البطوله الوطنيه مع دخول اللاعبين بقياده ياسين مرياح قائد الترجي الرياضي التونسي، واللاعبين اللي يسلموا على لاعبيه اتحاد تطاوين. لاعبيه اتحاد تطاوين باش نحكيو عليهم، يعني فرق كبير، فرق شاسع بين بدايه تحضيرات الترجي الرياضي التونسي وتحضيرات اتحاد تطاوين مع انطلاق هذه المباراه. واكيد التحديات كبيره وكبيره هذا الموسم، سواء الاتحاد تطاوين او الترجي الرياضي التونسي. كيف قال ايضا بشير، عدد الاشتراكات القياسيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي حتى من الرقم القياسي اللي كان عند الترجي في 2009 اليوم وصل ل 20,031 مشترك، يعتبر رقم قياسي ما عرفوش الترجي الرياضي التونسي وسط اجواء كما قلنا مميزه جدا. هم نشوفوا في قائدي الفريق ياسين مرياح من جانب الترجي وايضا لاعب اتحاد من الملعب، وهذه مخالفه وانذار اول في المباراه. فرج عبد اللاوي ينظر اللاعب جاسر المعروفي، جاسر المعروفي المعار من عمق في اتجاه رايت بوشنيفا. ترجع الكره من جديد، تصويبه كرة ثانية خطيرة من حسام تقاع على مرمى الحارس حسام العربي. خطيرة الترجي منذ بداية المباراة. شوف التحذير من البليلي ثم بوشنيبة. ترجع الكرة يوسف البليلي يحط الكرة ممتازة بن حميدة، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. 5 دقائق لعب كانت كافية للترجي ليمضى الهدف الأول. كما قلنا باش تكون الحقيقة سهرية صعيبة شوية على حسام العربي حارس اتحاد تطاوين وعلى اتحاد تطاوين. هدف أول إذا منذ الدقيقة الخامسة بعد لوحة فنية ممتازة. أكثر من 6 تمريرات بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي، بين بن حميدة البليلي يوسف العبدلي وبسيخ اليسار محمد أمين بن جديد. يعاود يضغط الترجي، يغلط على الكرة حسام تقاع والحكم يقول الكرة ترجع لفائدة الترجي. ضاغط تنبر القادم شلازين المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة التصويبة من محمد وائل الدربيلي والتألق من الحارس حسام العربي. هاي الكرة من وائل الدربيلي يصوب والحارس حسام العربي يحط الكرة في الركنية. حازم بن حامد يلعب اللاتيمي سونتراج حلو تتقص من ياسين مرياح. ركنية ثانية لاتحاد تطاوين وتبعوا مليح اللعب هذايا. التيمي وحيد التيمي لاعب ممتاز قادم من مستقبل وادي الليل، امضى 2 مواسم مع اتحاد تطاوين. ممكن بدايه موسم كما قلنا مباراه صعيبه ضد الترجي الرياضي التونسي، لكن الموسم مازال طويل مع اتحاد تطاوين. بسرعه ترجع من جديد الكره الى ينساس. التصويب وسهله في يد الحارس حسام العربي. دقائق عصيبه على دفاع اتحاد الرياضي بتطاوين. بشير دقائق عصيبه باش نشوفوا الدربيلي لليسار الى حسام تقاع. التوزيع والتدخل الدفاعي من الظهير الايمن حازم المنادي. حتى الكره في الركنيه. هاو الضغط من جانب الترجي. اولو ممتازه المراوغه لكن تخرج طويله من يوسف البليلي نتاعو. هذا سبيسيال يوسف البليلي. التمويه من بعد يحاول يحط كره على ساقه ويوزع، لكن وسط البليلي ممتاز يهز الكره في اتجاه الدربيلي. حلو الكنترول لكن تتقص. حلو الكنترول كانت تعدى، لكن برشا ذكاء من مدافع اتحاد تطاوين محمد الجماعي. محمد الجماعي لاعب سابق للنجم الراتسي، منتدب من النجم الراتسي. الكره ترجع من جديد للترجي. التصويبه في يد الحارس حسام العربي. امامكم حارس الاتحاد الرياضي بتطاوين. ثم التصويبه شوف من حسام تقاع قاعد يقدم في مستوى ممتاز. محمد وائل الدربيلي رايد بوشنيبه يرفع الكره وساس بالراس تقاع، لكن تضرب في المدافع الاتحاد الرياضي بتطاوين وتخرج ركنيه. يقول الحكم فرج عبد اللاوي. هاي الكره لاعبي اتحاد تطاوين في مناطقهم. هذه الكره ما يروضهاش كما يلزم. ينساس تخرج الكره 5 متر و50 لاتحاد تطاوين في توقيت 5 دراج لعب 25 دقيقه و30 ثانيه بالتحديد. على الاتحاد نرجع من جديد ترجي. هذه كره يوسف البليلي. يراوغ يوسف البليلي الثاني. جول للترجي. الهدف الثاني في صنعاء جزائريه بليليه ممتازه جدا. اللقطه الفنيه تاع المراوغه تاع يوسف البليلي واول اهداف يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي. هدف فيه برشا صنعه، هدف فيه برشا فنيات، هدف الى ينساس ياخذ الكره بالراس. فرصه اخرى مهدوره من جانب الترجي في دقيقه 36. شوف
يوسف البليلي كيفاش يراوغ المنادي، يحضر في طبق لينساس كرة أخرى ضايعة على خط وجه. الكرة مع حسام تقاي، غير لليمين إلى رأية بوشنيبة، الكنترول لكن رأية الحكم المساعد الأول خليل حساني على وجود تسلل على رأية بوشنيبة كما قلت. خطيرة، فرصة هدف ثالث الثالث المرة هذه من يانساس اللاعب البرازيلي. حكينا على يانساس، وهدف ثالث يسجلوا إذا شوارع مفتوحة في دفاع اتحاد تطاوين، والحارس حسام العربي غير راضي على أداء دفاعه، ويانساس في الموعد يسجل الهدف الأول لهذا الموسم منذ انطلاق الموسم. والحارس والتألق ممتاز من الحارس حسام بن علي، وفي الكرة الثانية يذيع الرابع على الترجي، كاد يسجل أول أهدافه عبد الرحمن كوناتي في المرحلة الأولى، والبليلي كاد يسجل ثاني أهدافه في المرحلة الثانية. هاي الكرة الأولى من عبد الرحمن كوناتي ترجع من الحارس حسام العربي، الثانية في أمور الحقيقة ما نحبوش نشوفوها برشا، خاصة اتحاد تطاوين كما قلت نتفهموا كما كان يحكي مساعد المدرب، الفريق ماهوش جاهز، عكس الترجي الرياضي التونسي فريق حاضر 100% للشوط الأول. إن شاء الله تعطي أكلها الراحة بين الشوطين، وهذا التدخل في بعض الخطوره من حسام تقاه على اللاعب من اتحاد تطاوين اللاعب محمد علي حسين. تسويبه تضرب في القائم الايمن للحارس حسام العربي، وهذه المحاوله من جانب زين الدين كادا المهاجم يا الدراري، مرحبا بكم في الفيديو هذا. بطبيعة الحال اليوم فريق الترجي كما نقولوا دائما في بداية المشوار بتاعه يحب يخلي الجمهور تتعاطف معاه، يحب يخلي الببليكيشن يقف معاه في السراء والضراء، وبطبيعة الحال بعد جذب كل أو جل الانتدابات المهمة، يعني نقولوا خاصة دائما أنا كان قاعد نتكلم على بليلي، لأن بليلي كان لاعب لهذا الفريق وذهب ورجع. ماذا يعني هذا؟ طبعا الحال حدثت في القليل من الأندية بطبيعة الحال مع لاعبين يكون في فريق يمشي ويعود. هذه تحدث إذا كان اللاعب ولد ذلك النادي أو ولد ذلك البلد المحلي، يمشي يعني يتقاعد مع فرق أخرى، ولكن بعدين يرجع يختم المسيرة بتاعه في تلك النادي. هو يوسف بليلي أنا أقول أنه بين الموضع بتاعه الافضل مع فريق الترجي، لان شفناه في طبيعة الحال مباراة النهائي مع الوداد اللي كان طبيعة الحال حدث فيها مشكل الى اخره. ما عليناش، هذه امور لا نتكلم فيها بطبيعة الحال. فهنا بليلي تم وضع نفسه في صورة والله كانت ايجابية، وخلت الامور تمشي بعيد بالنسبة للاعب، لكن اللاعب تراجع